يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة اكلة ما يختلفش عليها اتنين. هنعمل الممبار وهقول لكم على طريقتي فيه، وازاي يطلع معاكي مفلفل بالشكل الجميل دوت، ويطلع في نفس الوقت الرز مستوي. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. هنا هنبدأ بقى نجهز الخلطة بتاعة الرز. معايا 3 كوبايات ونص من الرز المغسول المصري، ومعايا هنا شبت وبقدونس وكزبرة، كل حاجة من دول رابطة، ومعايا 8 حبات من الطماطم، ومعايا 4 حبات من البصل الكبير. هنزل بقى هنا بقى بفلفل اسود وكمون وكزبرة وبهارات 7 وشطة، كل حاجة من دول معلقة صغيرة، ومعايا هنا معلقة من النعناع الناشف، ومعايا هنا بقى ربع كوباية من الزيت. وهبدأ انزل بقى بالصلصة اللي احنا عملناها كده مع بعض. وما ينساش طبعا الملح، بس الشطة هنا اختياري يا جماعة. لو انتي ما بتحبيش السبايسي ما تحطيش، مفيش مشكلة خالص. هبدأ اقلب الخلطة دي كلها كويس قوي كده مع بعض. انا عايزة كل الخلطة دي تتجانس مع الرز. هنا كده خلاص بقت معانا بالشكل ده. معايا هنا بقى كيلو ونص من الممبار. انا جايباه وغسلاه كويس قوي ومنضفاه زي ما انتوا شايفينه كده بالشكل ده. الخلطة دي بالظبط خدت معايا كيلو ونص من الممبار، يعني الكمية دي اللي انا عملتها اخدت كيلو ونص. تمام. زي ما انتوا شايفين بقى انا بفتحه كده بالطريقة دي وببدأ احشي فيه. اكيد طبعا الصورة شارحة نفسها اكتر ما انا اتكلم. هبدأ بقى احشيه كله بالطريقة دي. احاول على قد ما اقدر وانا بحشي الممبار ان انا مملوش جامد علشان ما يفرقعش مني وانا بسويه. احاول اسيب فراغ من فوق ومن تحت كده، وفي نفس الوقت برضو الرز يكون مهوي كده من النص، بحيث ان هو يستوي براحته وما يفرقعش زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هنا كده خلاص كنت خلصت الكمية كلها. هاخده بقى اسلقه. معايا هنا حلة فيها مية مغلية، هنزل بورق لورا وحبهان وكبابة صيني وفلفل اسود وملح. سقطت هنا كده الممبار بالشكل ده وظبطت بقى الملح. حاولي انت تظبطي الملح على قد ما تقدري علشان يبقى طعمه حلو. تعالوا بقى نشوفه. هنا اخد معايا حوالي 28 دقيقة بالظبط. بصوا ضغطت عليه بالشكل ده لقيت الجلدة استوت معايا. اول ما تلاقي الجلدة استوت معاكي بالشكل ده تشيليه على طول. صفيته طبعا من المية وبدأت بقى احمره في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. انا بصوا ما بسيبوش يتحمر قوي، انا بحب اللون ده قوي، بيكون حلو قوي اللون ده وفي نفس الوقت ما بيكونش ناشف. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم. هنا كده خلاص كنت حمرت بقى الممبار، بس انا ما حمرتش الكمية كلها، انا حمرت على قد اكلنا بس. والباقي بعد ما برد بقى شلته في الفريزر زي ما هو كده. وقت ما احتاجه بقى طلعه حمره. بصوا عامل ازاي مفلفل وتحفة، والرز مستوي وطعمه خطير. يا ريت بقى لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تشتركوا في قناتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.